يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله قال: رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمام أو هجر فإذا هي يثرب أو فإذا هي المدينة يثرب. اللهم إنا نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى ترك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ظالم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على خطاه إلى يوم الدين. خير وصية نوصيكم بها تقوى الله، فإن من اتقاه وقاه ومن شكره زاده. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام سلام، عام سلام ووئام ووقف للحروب وانتصارا للمظلومين على الظالمين، وأن يكتب الرحمة والمودة والسلام لإخواننا في فلسطين والسودان واليمن وسوريا وأوكرانيا وكل أصقاع هذا العالم الذي تتقاذفه أنياب الوحوش الكبار. لماذا تم اختيار حدث الهجرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كأعظم حدث يمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جعل الصحابة يتخذونه بداية للتاريخ الإسلامي؟ ما هي الأسباب وما هي الدوافع؟ لكن قبل ذلك لا بد من التنبيه على أن اختيار التاريخ الهجري إنما هو اختيار بشري، إنما هو اختيار بشري اتفق عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يمكن لنا أن ننعته بنعت المقدس، بمعنى هو ليس تاريخا مقدسا لم يأتي في القرآن العظيم ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قضية اصطلاحية توافق عليها الصحابة ووافقهم بعد ذلك عليها المسلمون. إذن طابع القدسية باعتقادي لا ينبغي أن ينعت به التاريخ الهجري. هذا التاريخ الهجري كرؤية الشخصية يحتاج إلى تعديل وإلى تقويم لأن مصطلح التقويم بمعنى شيء معوج وقومناه، وهذا للأسف يحصل في التاريخ الشمسي الميلادي ولم يحصل بالتاريخ الهجري القمري. التاريخ الميلادي الشمسي يقوم كل 4 سنوات بيوم واحد، شهر فبراير، بدل 28 يصبح 29 لئلا يتحرك التاريخ، ما يجينا أغسطس بوسط الشتاء ولا ديسمبر يجينا بعز الصيف. فلثبات الشهور على هذه الفصول يتم التقويم، بمعنى في شيء حصل لابد أن نقومه، فيأتي رقم 29 كل 4 سنوات أو كل 3 سنوات والرابعة. للأسف هذا لم يحصل بالتاريخ الهجري، ولذلك ترى ربيع الأول على أساس الدنيا ربيع والزهور والأشجار بيجيك في عز الصيف أو الشتاء، ويجيك جمادى هو من جماد الماء بيجيك بعز الصيف، وكذلك في الخريف ورمضان وإلى ما هنالك. أيضا حتى الأشهر الحرم للأسف تدور وليست ثابتة للحفاظ على ثروة البيئية الحيوانية والطيور، لكن هذا موضوع يحتاج إلى قرار وإرادة سياسية وإجماع الأمة التي تقدس ما جاء عن الأقدمين ولا تفتح لك المجال مجرد المناقشة، مجرد أن تناقش قضية وضعها البشر فالويل لك إن فكرت بهذا. لكن لابد من وضع النقاط على الحروف بهذا الموضوع. لماذا تم اختيار
حدث الهجرة النبوية ليكون بداية التاريخ الإسلامي. في الحقيقة ما أشار به علي رضي الله عنه وأرضاه على الصحابة باتخاذ هذا الحدث كان اختيارا موفقا للدلالة البالغة على ما حصل في المدينة المنورة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة أصحابه إلى المدينة المنورة. وذلك عندما ننظر إلى نتيجة الهجرة، فالقضية ليست حدثا ما بين مدينة وأخرى، وإنما ما حصل من انقلاب حقيقي في مجتمع المدينة المنورة، والذي ولأول مرة في التاريخ يحصل أو نصل إلى مجتمع يتصف بالصفات التالية. أولى هذه الصفات: لأول مرة يجتمع العرب بالذات القبائل العربية على فكرة، وليس على عصبية وقبائلية. نحن نعلم بأن العرب يتصف بالقبائلية بخلاف الشعوب الأوروبية. الأوروبيون شعوب، أما نحن الشعوب العربية والإفريقية حتى هي قبائل، والفرد في القبيلة ولاؤه للقبيلة وليس ولاؤه لحق أو باطل، عليهم. فلذلك لا يوجد عنده مبدأ أن أختار الأفضل أو أين عقلي، لا، في قضية ولاء العروبية وبس. وهذه للأسف عنصرية لا زلنا نعاني منها اليوم حتى كمسلمين اليوم. يعني لو كنت في بلدك وترشح للانتخابات المحلية البلدية البرلمانية الرئاسية قريبك وابن عائلتك الفاسد المجرم وإنسان آخر شريف ونزيه، فمن تختار أنت؟ لا تناقشني في الجواب، لا نريد مناقشة طبعا إلا ما رحم الله وقليل ما هم. فتصور، ونحن الآن أبناء القرن 21، في ذلك الوقت منذ 1450 سنة استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصر ويضيق على نطاق الولاء للقبيلة إلى الولاء للفكرة التي جاء بها الإسلام، والتي ضيقت، لا أقول ألغت، العنصرية موجودة، ولكن ضيقها وجعل الولاء لفكرة عنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتساوى بها الجميع عنوانها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم أبناء القبيلة الفلانية، لا، أبناء فلان بن فلان، لا، إن أكرمكم أيها الشعوب أيها القبائل عند الله أتقاكم. فلأول مرة ينجح النبي عليه الصلاة والسلام بتأسيس مجتمع يقوم على فكرة، والولاء لهذه الفكرة الإلهية الربانية، وألغى العنصريات والقوميات. استمر المسلمون تقريبا مدة طويلة بالعموم إلى أن تم إلغاء الخلافة العثمانية 1923، وقبلها نجح الإنجليز في إحداث الشرخ بين المكون العربي والمكون التركي للدولة أو الخلافة العثمانية، عازفين على هذا الوتر. أنتم عرب تتبعوا الأتراك، يلا يا شريف حسين أنت سلالة النبي العربي محمد، يلا قم على إخوانك المسلمين الأتراك وأسس دويلة على أساس من الجنس وليس الفكرة. فللأسف قام الأعراب على أساس من العنصرية ضد إخوانهم الأتراك، وقد كانت تجمعنا فكرة واحدة، فكرة الولاء للإسلام الذي عنوانه كما قلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وللأسف نجحوا وما زالوا بعد أن غرسوا بذرة العنصرية والقومية في نفوس العرب بالذات ومن بعدهم المسلمين. فذات اليوم أو هذه البذرة التي زرعها الإنجليز في قلوب العرب والمسلمين أثمرت شجرة مرة تقول أنا وبس،
ليس على صعيد العرب بس، حتى على صعيد القبائل. فأصبح عندك دويلات أو أشباه دويلات، لو جعنا ما أشبعتنا. كأخواننا في البحرين أنت تطلع على السطوح بشوف البحرين كلها دولة وعلم ورئيس وملك مملكة مش عارف. الله المستعان. أما فلسفة الإسلام أو الفكرة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي قدر الإمكان التضييق على مرض العنصرية والولاء لهذا الدين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر: ليس منا من دعا إلى قبائلية وعنصرية، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى جاهلية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية. اليوم العصبية ما زالت موجودة، تنخر في جسد الأمة، وكما قلنا العنصرية هي أول مرض لإبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أيضا تميز مجتمع المدينة بأنه متعدد الثقافات والأديان. عملت مرة إحصائية للطوائف التي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فربما وصل العدد إلى 14 أو 15 دين ومذهب وفكر كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي أن يفهمها المسلمون. الكثير من المسلمين يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى دولة إسلامية المسلمون فيها 100%. لا، ولا يوجد مجتمع ناجح 100% مسلمين. وأي مجتمع يكون عدد سكانه ونسبة المسلمين فيه 100% مجتمع فاشل. وكرر أعي ما أقول: أي دولة مسلمة فيها المسلمون 100% دولة فاشلة، لأن الله يريد التعدد. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله خلقنا لكي نكون مختلفين، فأنت تجبر الناس على فكرة واحدة، أنت إنسان فاشل. وهذا ما أثبته التاريخ. عندما جاء هتلر بالفكرة النازية انتهى هتلر. بعده جاء الاتحاد السوفيتي الذي كان يغطي نصف الأرض، راح ومن الداخل ما حدش قضى على الاتحاد السوفيتي، وإنما قضى عليه فكرته الأحادية، فكر واحد. أما الدولة التي أنشأها النبي عليه الصلاة والسلام هي دولة متعددة الثقافات، فيها المسلمون وفيها المنافقون وفيها المرجفون وفيها الذين في قلوبهم مرض وفيها اليهود على طوائفهم ومذاهبهم وفيها المسيحيون وفيها مش مآمن بأحد الدهريون أو العلمانيون وفيها الكفار وفيها المشركون وفيها المجوس. كل هؤلاء كانوا في دولة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التنوع الذي أراده الله سبحانه وتعالى، هذا التنوع الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وتميزت أو الجميع كان يتمتع بالحرية الدينية، ما فيش إكراه، على الرغم أنه الرسول يملك عنده السلطة هو، ولكن المبدأ القرآني لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، المبدأ الإسلامي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. خطاب للرسول محمد عليه الصلاة والسلام: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الجميع يتمتع بالحرية، حتى المسلم إن أراد أن يرتد عن الإسلام له ذلك. وهي قصة حد الردة اختراع سياسي جاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. حصل ردة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتركهم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، طيب ماذا نفعل بهم؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. بس ما كفروا، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. طيب ايش عمل بهم محمد؟ قطع رؤوسهم، يا عم يرتد الى جنوب بئس المهاد. من شروط صلح الحديبية إذا جاء واحد من المسلمين إلى المشركين خلوا اتركوا، قال لهم الرسول سيبوا. واحد عايز يتنازل عن الإسلام اتركوا، ما خلاص سيبوا، هو مش عايز الإسلام مش عايزه. إذا ما يتداوله البعض أن والله الإسلام اخترع حد الردة، هذا اختراع سياسي لقتل المعارضين للحكومة والدولة باسم الدين. أما الإسلام فالرؤية التي تبناها وأعطاها لمجتمع المدينة لا إكراه في الدين. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن المنافقين الذين كانوا يحفرون للدولة الإسلامية من تحت كما يقال ويتآمرون عليها ليلا ونهارا، ومع ذلك
أمر أن يعفو عنهم. منافقون يعرفهم بالاسم وحاولوا اغتياله أكثر من مرة وهموا بما لم ينالوا، ومع ذلك يا محمد أعطي الحرية للجميع. هذا مجتمع المدينة الذي أنشأه النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك سيادة للقانون، يعني لابد أن يكون مرجعية قانونية في الأحوال المدنية والجنائية، يعني لابد مش القضية فوضى كمان، فلابد يكون هناك مرجعية وسيادة لقانون واحد يوحد الجميع، يوحد الجميع جميع الأطراف على اختلاف دياناتهم. ولذلك جاء في الوثيقة أو الدستور الأول التاريخي الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام ويبين ويوضح العلاقة بين أطياف المجتمع المدني المتنوع، قال: وأنه ما كان من حدث أو اشتجار خصام بين أهل هذه الصحيفة، يعني حصلت خلافات مادية جنائية جرائم سرقات قتل، فحكمه إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى السيادة فيه للقانون. ولهذه الوثيقة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام والتي بناء عليها أسس هذا المجتمع الراقي والراقي جدا. أيضا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع المدينة الحرية الدينية للأقليات. نحن نعلم بأن هناك كان طوائف يهودية تسكن المدينة المنورة، وما حصل من صراع بين الطرفين كان لخيانة الأرض وليس للاختلاف الديني كما يعتقد بعض الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى اليهود الأمن والأمان هم مواطنين، بل كانوا أقدم من الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، هم سكان الأصليون. قال لهم: ولكن نتعاون على الخير، نتعاون فيما بيننا على الخير. أعطيكم حريتكم الدينية، تمارسوا دينكم، تبنوا كنائسكم، تبنوا معابدكم، لا إشكالية عندنا في ذلك. ولذلك جاء: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، كل واحد لكم دينكم ولدين. أنتم جماعة إيش مع المؤمنين؟ يعني أمة يوحدها الوطن بمفهومنا الحديث، تجمعنا أرض واحدة، مدينة واحدة، لكن هذا شيء مشترك، نحن على أرض واحدة، أنتم معنا كأرض واحدة، ولكن لكم دينكم ولنا ديننا. بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام منح الأقليات الأخرى والدين الآخر الدين اليهودي حرية التعبد ولم يكرههم على الإسلام. وما حصل من خلاف بعد ذلك إنما جاء لخيانة الوطن أيضا بالمفهوم المعاصر، وليس لاختلاف الدين فيما بين المسلمين وما بين اليهود. أيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحن في سفينة واحدة نعيش، كل هذا التنوع والاختلاف فيما بيننا، لكن ما دامت توحدنا بقعة جغرافية واحدة، هذه البقعة الجغرافية إذا تعرضت للخطر فعلى الجميع أن يدافع، على الجميع أن يدافع. ولذلك أنا سابقا عندما قلت الآن نحن نعيش كأقلية مسلمة هنا في إيطاليا، لو تعرضت إيطاليا للخطر ظلما فما هو موقف الجالية الإسلامية؟ أنت الآن تعيش في إيطاليا من سنين وربما عندك جنسية إيطالية أو حتى بدون جنسية إيطالية، عندك إقامة في إيطاليا هنا وتأكل من خيرات هذا البلد. تعرضت إيطاليا فرضا لاعتداء ظالم، فما هو موقفنا كمسلمين؟ نحمل الشنات ونمشي سيبهم بحالهم كفر ببعضهم؟ لا، الإسلام يقول لك عليك أن تدافع. أكرر ولا أقول هذا الكلام نفاقا، لا والله، بل أقول اعتقادا والله، الواجب عليك أن تدافع، لأنه بالأصل مبدأ الإسلام القتال جاز لنا في حالتين: حالة الدفاع عن النفس وحال نصرة المظلومين بغض النظر عن دينهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إذن الإسلام أجاز القتال فقط في حالتين: الحالة الأولى اعتداء جاء علينا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، والحالة الثانية إذا استنجد بالمسلمين مستضعفون
قال لك يا عمي نحن في هذا حاكم قاهرنا ظالمنا يكرهنا على كذا وكذا فساعدونا أيها المسلمون، فيجوز للمسلمين مساعدة المظلومين من غير المسلمين. فما بالك بدولة ربما أنت أحد أفرادها وتعيش عليها، أنت وأهلك تعرضت لظلم، فيجب عليك، أكرر، يجب عليك أن تقف بجانب هذه الدولة، أكرر القول، ما دامت مظلومة. لكن إن كانت ظالمة، يلا يا مسلمين نريد أن نحارب دولة ليبيا ولا اثيوبيا، نقول لهم لا حبيبي، لن نحارب ولن نشارك، لأن هذا ظلم واعتداء. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام في دستور المدينة أشار إلى هذه النقطة: نحن وأنتم وكل من يعيش على هذه الأرض إن تعرضنا لاعتداء فيجب علينا جميعا مجابهة الاعتداء. وهذا ما نقضه اليهود في المدينة المنورة، ولذلك جاء في الوثيقة: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. يعني أنتم أيها اليهود أن تساعدونا إذا تعرضت المدينة للخطر والعدوان، وهذا كان وارد، فيجب عليكم أن تقفوا مع المؤمنين. فماذا فعل اليهود؟ تآمروا، وهنا قلت سبب الصدام الذي حصل فيما بعد، تعاون هؤلاء مع كفار قريش، مع أبي سفيان كبير المجرمين في ذلك الوقت، تعاونوا معهم لمحاربة المسلمين، وهذا ما أدى إلى الصدام فيما بين المسلمين واليهود، وانتهى هذا الخصام في إجلاء وترحيل اليهود من المدينة المنورة، لا لأنهم يهود، وإنما بسبب الخيانة، خيانة العهد والميثاق، كما تفعل أنت الآن لو عملت أي شيء يضر بأمن هذه البلاد فترحل إلى بلدك، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه مجمل خصائص المجتمع المدني، والذي جاء نتاج جهود النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بفكرة جديدة لأول مرة في تاريخ العرب في جزيرة العرب. هذه المعاني أنا أذكرها يا إخوان في ذكرى الهجرة، ولكي نتزود بها، وخاصة ونحن الآن نمر كجالية مسلمة بالعموم في أوروبا وبشكل خاص في إيطاليا، ربما نمر بأسوأ مرحلة تمر بنا كجالية مسلمة. اليمين واليمين المتطرف اليوم الذي يرفع عنوان إيطاليا للإيطاليين، يعني أنتم امشوا حالكم، إيطاليا فقط للإيطاليين المسيحيين. للأسف هؤلاء لم يفهموا قضية كونية وسنة الله في الكون التي لا تتغير، أن أي فكر أحادي، أي فكر أحادي، أي جماعة، أي دولة، أي دستور يتبنى الدين الواحد، الفكر الواحد، هو فكر فاشل، نهايته ستكون الموت. كما ضربنا مثال بالاتحاد السوفيتي الذي تفكك على الرغم من جبروته وقوته، لكن هذه الفكرة تعاند ما أراده الله. أراد الله بقاء الاختلاف فيما بيننا، وكل من يدعو إلى فكر واحد وإلى رأي واحد وإلى دين واحد نهايته الفشل المحتوم. ولذلك عندما اصطدمت مكة بالمدينة لمن كان النصر، ونحن لا نتكلم عن مدينة مادية، وإنما نتكلم عن الفكرة التي كانت تحكم هذه المدينة. مكة هي أعظم من المدينة المنورة، بها الكعبة وقبلة العرب والمركز، مركز الجزيرة العربية في ذلك الوقت هي مكة. لكن مكة تؤمن بفكر واحد: الشرك بالله، وأي فكر يناقض ما نؤمن به يمنع ويمارس ضده الاعتداء. وهذا الذي جعل الصحابة يهاجروا إلى الحبشة ثم يهاجروا إلى المدينة، مش قادرين حتى يصلي، مش قادر يبني بيت صغير يتعبد فيه الخالق. وهذا قلت ما يؤلمنا الآن في إيطاليا، يمارس عليك الاضطهاد
مشتركينك حتى تبني حتى صغيرة تصلي فيها؟ يعني يسيبنك على أساس الدستور بيضمن لنا حرية التعبد. لذلك فكرة مكة كانت بهذا الشكل، ممنوع عليك الصلاة. ولذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة بأصحابه في مكة المكرمة قبل الفتح، ولا صلى بهم لا جمعة ولا عيد. ممنوع ممنوع. تؤمن بما نؤمن به يا محمد، وإلا الويل لك أنت ولأصحابك، يلا اطلع برا. هذا الفكر الوحادي، هذا الفكر الإقصائي، عندما جاءه الفكر الآخر فكر المدينة المنورة واصطدم لمن كانت الغلبة، وليت الناس يعلمون. انتصر الفكر المدني وبسهولة، انتصر الفكر المدني المشتمل على ما ذكرناه من خصائص هذا الفكر الذي يبقى والذي علينا أن نؤمن به كمسلمين، وأن ننقله للآخرين عندما يتكلم معك بإقصائية. ليت السياسيين واليمين المتطرف يدرك على أن وجود الآخر هو غنى لك وسبب لبقائك، وإذا ما طرد المهاجرون وأقصوا وأبعدوا فإن النهاية ستكون عليكم. هذا ما حصل للفكرة المكية عندما تصادمت مع الفكرة المدنية التعددية. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة في السنة 8 للهجرة، فتحت مكة أبوابها وبدون حتى قتال. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله خلاص انتهت الفكرة. هذه الفكرة فكرة المدينة أيها الإخوة كانت كما قلت، واستنتجه علي رضي الله عنه والصحابة بأنها أعظم حدث مر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في أنه بنى هذا المجتمع المتعدد الثقافات والألوان والاختلافات اللونية والعرقية والجنسية تحت مظلة واحدة. هذه الرؤية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية التي تبعث الحياة في أي مجتمع يتبناها. أخيرا لا ننسى ما ضربه الأنصار من مثال رائع جدا في الترحيب بالمهاجرين. طبعا نتألم أن البعض يسيء مع المهاجرين، وللأمانة ليس بعض الأوروبيين إخواننا العرب في شمال أفريقيا على الخط هذا الفاصل بين أفريقيا وشمال وأوروبا، للأسف بعضهم يسيء إساءة بالغة لإخواننا الأفارقة بشكل يعني لا يتصوره العقل. الأنصار قدموا مثالا راقيا جدا في الترحيب بالغريب، في الترحيب بالآخر الغريب المهاجر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.